السلام عليكم متابعي قناة لما تيوب دي زاد. في تطورات جديدة، أكد علي مبروكين المستشار السابق للرئيس اليمين زروال وجود اتصالات مع رئيس الدولة السابق لإدارة الفترة الانتقالية. وقال مبروكين في تصريحات لموقع كل شيء عن الجزائر أن الرئيس اليمين زروال رجل يبلغ من العمر 78 عاما، يتمتع بكل قدراته وليس مريض، يتابع باهتمام الأخبار، وذهب الآلاف من الشباب لرؤيته في باتنا. وتابع مستشار زروال القول أن الرئيس السابق يتمتع بمصداقية كبيرة، إنها السلطة الأخلاقية، ثم هو موضع تقدير داخل المؤسسة العسكرية، إنه سياسي متقاعد ويمكنه تولي مسؤوليات جديدة. وأضاف من الممكن تأمين إدارة جماعية للمرحلة الانتقالية مع رجال مثل حمروش أو بنبيتور أو آيت العربي، موضحا أن الرئيس السابق للجمهورية سوف يتحمل مسؤولياته إذا كان هناك ضغط ودي عليه. وأكد المتحدث أن زروال مستعد للعودة شريطة أن يكون هناك طلب قوي من المواطنين، وذلك لفترة قصيرة لتسليم المشعل إلى جيل أصغر سنا، مذكرا أن زروال قد أمضى فترتين انتقاليتين، عام 1994 وفي عام 1998 بعد استقالته. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.